كيف سويت بالإمارة الثاني؟ والله شفناها وبعدين زد معنا واحدة ثانية في الله يشتوي استأجروها. شو نرجع نروح نشوفها يعني؟ خلاص ايش رايك انت تروح تشوفها لانه في ناس اتصلوا بيجوا قالوا لي هنا انا بنتظرهم في المكتب. لا تنتظرينهم وانا اروح ابصر وارجع؟ ايوه احسن عدو. تمام. طيب والشقة اللي هذاك؟ الشقة خلاص انا اجل يعني. مستعجل باليوم يدخل فيها ولا متى؟ لا يمكن بكره يجي. بكره؟ اليوم سدينا عليه خلاص جاهز كل شيء، يجي بكره يسكن ان شاء الله. اذا تمام. انا بروح اشوف الفيلا وانت انتظري للناس اللي عجبوا. خلاص. يلا. الو وعليكم السلام، كيف الحال؟ تمام الحمد لله. ايوه كيف تشتون؟ جي بلاس 3 ولا جي بلاس 2؟ ايوه موجود. جي بلاس 1 جاهز مفروشة والمطبخ كل حاجة جاهز. ايوه حدود يطلع كذا $5000. ايوه ممكن تشوفوا فيه يعني خيارات كثير 2 3 موجودين، ممكن تجوا للمكتب ونروح نودي لكم تشوفوا ما مشكلة. خلاص منتظرين اتصال. شوف اللي استأجروا الفيلا الأول اللي واقع أول أمس. شفتوا قال العقد تشوفوا تقرأوا وتوقع هذا وقع على العقد. صلحتوا العقد يعني تمام خلاص؟ أيوه قدر جاهز، جابوا البطاقة وكذا استأجروا قدروا البيت دخلوا البيت أصلا. دخلوا البيت؟ أيوه وقعوا لهم على العقد وخلاص. أيوه والثاني شوف هذا الفيلا استأجروا الدورين اللي هو تحت وفوق. بأجلوا هذه؟ أيوه. وكم بعدكم؟ 3000 4000 يمكن 10000. طيب بتدخل تشوف كيف ولا كيف؟ ايوه ندخل نشوف كيف بعدين نشوف الأمر. يعني ما في حاجة ناقص. كمان فيلا ثانية جي بلاس 4 ممكن نروح نشوفها صح؟ اتصلوا لي الزباين قالوا لي انه بنروح لهم للمكتب، المكتب اعتقد موجودين. تروح تشوفوهم انت يعني تتأكد اكثر، فهمت؟ انا شفته امس بس مش متأكدة 100% عشان تشوفوهم. طيب عادي مش مشكلة بنروح نشوف. يلا نروح. طيب. ايش عاد سويتي بالموضوع اللي كلمتك؟ ايش الموضوع؟ يوميا تمكنيني شغل، انا مستني منك الجواب. صح فكرت بالموضوع بس اديني وقت شويه. طيب ايش من وقت؟ انا قد كلمتش من اول وانت داير ان انا عايش لوحدي ومرتي قد ماتت الله يرحمها، يعني ما ينفع اعيش لحالي، وحيد انا الان. دي قلتي لي اليوم بتجيبي لي الجواب، اليوم اخر موعد. ايوه تمام خلاص تمام اوكي بنجلس بعدين بناخذ قرار اكيد. ايوه انا متاكده، انا ايوه اعرف انه وقتك اليوم اللي برد لك الجواب. الحمد لله خلاص ما دام وافقتي ما عاد باقي الا نسوي العرس وخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا. كيف حالك يا قلبي؟ والله الحمد لله، كيف انتي؟ والله الحمد
الحمد لله. شو اخبارك؟ كيف كان يومك؟ تمام الحمد لله. وين كنتي؟ امي كانت تعبه شويه، قلت اسير اتفاقد يا ادم. سلاماتش فيها؟ والله ما ادري ايش في ذا، في زكمه وحمى. الحمد لله ما لها العلاج وهذا. الحمد لله يعني تحسنت. والله ما لها شيء، انا قد كنت والله تجلس عندي اليوم، بس قلت انك انت لحالك، قلت اروح ما اخليكش لحالك. وين اسعفتوها؟ اخذنا المستشفى ذاك الخاص، اسمه المستشفى الالماني. سووا لي فحوصات وكذا وقالوا الحمد لله ما في باش حاجه، بس اني كبيره وهذا شفت. يعني كبيرة بس انتعبت يمكن أيوة صراحة ريح. ايوه تعب الزكام وهذا، قالوا تاخذ هذه الادويه وتتحسن ان شاء الله. خلاص روحنا بالبيت وروحت لقيته. وانت كيف كان يومك؟ ايش سويت؟ والله الحمد لله خرجت مع اصحابي شوية وبعدين رجعت. كيف كان العمل؟ والله تمام ماشي الحال، هذا الايام العمل. ايوه قديم. كيف الحال؟ خلاص شوية ان شاء الله وانا جاي. تمام حاضر. شوية يعني خليها 5 دقائق بس باكون ان شاء الله عندي. ايش الشيء ايش تدي معي؟ تمام حاضر. ايش عاد تشتي غيره؟ يلا تمام اوكي. يلا 5 دقائق ان شاء الله وكل شيء موجود. يلا مع السلامة. نسيت ما اكلمك. خير. معي عمل هكذا يمكن اتاخر يومين 3 ايام اسبوع بالكثير. وين العمل؟ معي عمل هكذا خارج ان شاء الله اكمله وارجع. انتي روحي عند عمتي يعني تعبانه مش مريضه، روحي عندها اجلسي جنبها تساعديها لو تحتاج شيء ولا شيء. لو كيف هذا العمل؟ هذه الفترة الأخيرة كل يوم تقولي أنا معي عمل معي عمل معي عمل، كيف لا ما؟ لا معنا عمل اضافي، معنا عمل كثير. أيوه وش العمل ده اللي يخليك تبيت خارج؟ اخلص عملي ان شاء الله وبرجع. عمل احسن، لو ما اخرج انا خارج المدينه احصل عمل فلوس اكثر. ايوه لكن ما يكثر يا حبيبي، كل يوم تقولي انا ببيت خارج، كل يوم معي عمل خارج، كيف هذا؟ اصلا عاد انا دخلت العمل وعلي ضغط العمل كثير، اول ما اكمل يعني باجي خفيف، ان شاء الله ما اكونش بتاخر. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. الله يوفقك يا حبيبي ان شاء الله. الله لا تخافي انتي، سري عند امش وبعدين انا بتصلش ادق عليك لو ما ارجع. بكره بترجع؟ لا يمكن يومين 3 ايام 4 ايام بالكثير لو تاخر. 4 ايام؟ ايه بتجلس 4 ايام؟ ان شاء الله. يلا خير صابر، مش اطلع عند امي. اول ما تروح انت تصبي ولا مريني نروح جمعه ان شاء الله. تمام حاضر. ولكن ما ادريش كيف هذا كل يوم وانت تقول لي انا يلا خير ان شاء الله. خير الله كريم. خير خير ان شاء الله، اذا احتجتي شيء ولا شيء اتصلتي لي. حاضر. مع السلامه. يلا يعينك الله يوفقك. ما ادريش انا يا ناس ايش معه، كل يوم انا مسافر انا راجع، انا رايح انا معي شغل، روحي عند امك ارجعي من عند امك. الله يستر. خير ان شاء الله. خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انتي؟ كيف الحال؟ مالك انت ما تجاوب التليفون؟ كنت مشغول شوية بس. ايش هذا المشغول يومين كامل؟ كان معي عمل كنت بين اقضي. كيف يعني؟ كنت عند جدتي تاعبة مريضة. طيب ما تتصلش تقول انا رحت مكان كذا عملت كذا، يعني في المفروض ترد لي. تخيلي كملنا نعالج جدتي مرض. اها على اثنين بنفس الوقت؟ اول شيء جدتي مرضت، أه؟ خفت جعنا عليها. حطيت تلفوني يسعفنا جدتي. اما ما عالجناها روحنا البيت جدي يطلع من تعب. تايتانيك ولا ايش؟ عشان عمرهم سوا. دحين بطل المزح، انا بين اكلمك جد. طيب العمل انت ما رحت المكتب ولا شيء، اتصلوا لي من المكتب انك ما كنتش موجود. انا كنت عند جدتي في المستشفى، كيف اروح افلت جدتي في المستشفى تموت واروح على المكتب؟ خلاص عموما تمام اللي تشتي، بس اقل شيء واحد يتصل يتكلم انه في مكان كذا في كذا يعني. صح انه المفروض ان انا اتصل، بس من الخوف ارتبشت ما عاد حسي عند التلفون، اتجهت على عندي كانت بتموت، يعني قدي كبيره في السن تعبت قوي. الان كيف هم تحسنوا؟ الحمد لله شوي فلتهم تعبانين. طيب ليش ما نروح نزورهم انا وانت؟ تمام ان شاء الله بنروح سوا. مش الان نخلص عمل. نكمل طيب عمل وبعدين نروح. طيب كيف سويت هذا مدة شهرين انا ما رحت المكتب، ايش عملت؟ ايش الجديد؟ كملت الحمد لله كل العمل وباقي شوي فلت علشان انا كنت هناك بين عند جدي وجدتي. الان لو ما اروح ارجع اخلص ان شاء الله كل شيء. طيب كيف؟ بالحين ضروري نرجع العمل بعد الاجازه، وهذا العمل خف ما عاد فيش عمل زي اول، نرجع نشتغل ونكمل ان شاء الله العمل. ليش نرجع معك اشتغل؟ ايوه اكيد.
ضروري عشان العمل عمل كثير وانا ما اقدرش لحالي اتعب. المفروض انت تجي تساعديني. طيب انا قلت لك اني بشي سافر لعند اهلي، اشتي سافر الحبس وانا كلمتك. لا مش الان، مش ضروري الان. كيف مش ضروري الان؟ انت قلت لي قبل ما نتزوج، قلت لي بعد ما نتزوج على طول بتسافري، صح ولا لا؟ ان شاء الله بتسافري، بس الان خلينا في العمل. العمل بارد، تشوفي كيف العمل يعني العمل. طيب اصلا انت جالس تقول ان جدتك وجدتك كل يوم تروح، طيب كيف العمل ما يكونش بارد؟ انا موجوده هنا في البيت. صح، انت موجوده مأجزين، كنا مأجزين. انا رحت عند جدتي انشغلت مريضه، الان نروح انا وانت العمل. لا انا ما اروحش العمل، انا كلمتك اني شي سافر، انا لازم تكملي بهذا الاسبوع، اسبوعين بالكثير لازم اسافر. ان شاء الله تسافري، نكمل عمل ان شاء الله ونتم على خير العمل يتحرك وبعدين انت تسافري سريع ترجع. لا ما ينفعش، انا قد كلمتهم اني جايه ولازم اروح. لا عاد اعتذري لهم، تبصري اي حاجه كلمي لهم علشان يوافقوا، خلاص اجلسي نكمل عمل ضروري. ما ينفعش تروحي. كيف ما ينفعش؟ لانه العمل قلت لك بارد. للحين انت تفلتي عمل، انا فلت عمل، خلاص بخسر كل شيء. ليش انت ما تشتغلش؟ ما اقدرش لحالي، ضروري انت تجي تساعديني. يعني طيب لمدة كم؟ لما نحل المشاكل، نكمل نحل مشاكلنا ونجهز السفرية ان شاء الله وتسافري. طيب بنشوف. ان شاء الله يكون خير. اروح بجلس يمكن 3 ايام 4 ايام عند جدتي لانها تعبانة قوي. هذاك جيت امس من 3-4 ايام، يمكن جالس اسبوع، كمان تشي تروح اليوم؟ اصلا اتصلوا لي قالوا تعبانة قوي تعبت. ضروري. طيب متى بترجع يعني؟ 3 ايام 4 ايام. طيب بسبب العمل؟ العمل بتواصل انا وانتي تلفون ان شاء الله. كيف بتسوي يعني؟ بوصل هناك بشوف جدتي وهذا وبرجع اتصل لك. خلاص انتي روحي مكتب اشتغلي لو ما اجي انا. خلاص تمام اوكي، بروح اشوف، بروح داوم اليوم. تمام روحي داومي لانه ما فيش احد. خلاص تمام. انا بكون عند جدتي وما فيش احد هناك، انتي داومي لو ما ارجع انا. خلاص اوكي، المهم انا بتصل جواب التليفون. تمام تمام حاضر. يلا. كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام. كيف كان العمل؟ العمل والله كان شاق العمل. ننجزت عمل خيرات الحمد لله. وانت جلست 4 ايام، اخذت قوي. عمل خيرات عمل. ايوه الحمد لله، الحمد لله على السلامة. كيف حالك الآن، مرتاح؟ والله الحمد لله، مرهق شوية مع السفر. يعني شوية بركب مش الآن. يلا هي خلينا الجبل. تسمع شوية. ايوه. ايش سويتي كيف قديم مش؟ امي ما لها شيء، قديم بخير الحمد لله. جلست عندهم وانا افتهنت غيرت جو والحمد لله. تحسنت؟ ايوه الحمد لله بخير الحمد لله. وعمي كيفه؟ وعمك بخير، سلم عليك، يقول وين بتصير وين بتجي. قولي لا عمل الضغط. كله افتجع على عمتي صح؟ افتجع عليها قوي. يحبها. ايوه يحبها. ما يفتجع الا وهو يحبها. يحبها اكيد، مش ولا هي. الله يسعدهم. باقي 10 عمر. الله يسعدهم. الله يسعدهم ويسعدنا. امين. امين يا رب. لها شيء قدي كبيرة في السن. كبيرة ما هي، لكن ما لها شيء الله الحمد لله. الحمد لله. ايوه ليش ما صرت تزورها؟ عاد انت داير ان انا وصلت من سفر وتعب. ان أيوة. شاء الله ان شاء الله بكره نروح سوا. ان شاء الله يا بعدين عاد انت جيتي من عندها مثل عقد انت شي تصيري. يمي لكن وانا حتى بصرتك الحمد لله، بكره نروح جمعه ان شاء الله. ان شاء الله بكره اخلص عمل واجي طوال نروح انا وانت. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. اليوم انا مرهق بعد السفر تعب، ما شيء اسير ولا مكان. العمل اشتوني جيت الحين من العمل وانا قاعد ما في من ساعه. من العمل يتصلوا لي. يلا ونطنشهم. شغلوني. ايوه. رديت منهم بعدك روحت من العمل، كيف لما تروح؟ العمل كثير لانهم يتصلوا. تسوي ما فيش معاهم عامل غيرك، ما فيش حد تسوي له؟ ما فيش من يغطي. تسوي له اي واحد يجي يغطي. ما يشتوش، يمكن ما يشتوني الا انا. ايوه ما يشتكي الا انت. ايش نسوي؟ ايش هذا العمل حقكم بيصير ابتسوا؟ ما بالله عمل كل العمل كثير. وليش ما يجيبوا موظفين ثانيين بدلك؟ مش يعني يخلوا كل الضغوطات على موظف واحد. ما قد حصلوش واحد يعني نفسي يعني. ما انت الصراحه ما مش مثلك. كم ساعة وقت الدوام.
يا مؤمن وينك يا حبيبي؟ فلت التليفون. عمتو اي جواب التليفون نشر قدلي. عمتو الو ايوه مرحبا. من معي عفوا؟ لا والله مؤمن خرج. ايوه نسى تليفونه وخرج. من انتي؟ من؟ عفوا انتي اللي تستأجري عندنا؟ ايوه عفوا من انتي؟ لا قلت لك مؤمن قد خرج. انتي تشي من انتي مستأجرة؟ يعني تستأجري من عنده بيت ولا شيء؟ مو ها ايش تشي؟ طيب زوجته؟ زوجة من يا حبيبتي مالك؟ ليش من زوجة تاني؟ زوجة تاني من انتي؟ من زوجته؟ انتي تدوري من يا اختي؟ لا لا انتي غلطانة يا حبيبتي. مؤمن نسى تليفونه في البيت وخرج. هذا هو زوجي انا. ايوه يا قلبي هذا رقم مؤمن. يا حبيبتي مالك مالك اهدئي. مالك من مؤمن من جن؟ اقول لك مؤمن زوجي. تي تدوري زوج روحي دوري لك زوج. مالك ايش من مشاكل؟ ايش من فتن تجيب انتي؟ لا يا قلبي هذا رقم مؤمن. ايوه مؤمن زوجي. وانتي روحي دوري وين زوجك. يلا مع السلامة شلوك الكل ردوك. اوه نسيت تلفوني. طيب يا مؤمن طيب تبغى ترجع. وين تلفوني شليته من غرفة نوم؟ ايوه هذا تليفونك يا قلبي. ايه بس قولي ما اتصلت لك. من؟ كيف من؟ مرة متصل على تليفونك تقول لك ما زوجي. حيتصل يسكب اشوف. ايش تشتي؟ بيت ايجار. ايش بيت ايجار؟ اسمي مسيف عندك ام 2. ايش يعني ام 2؟ هذه زبونة تجيب مستأجرين كثير. زبونة مسيفة ام 2 ليش؟ ايش معنى ام 2؟ هي تعجبها دلعم. كيف دلعم؟ ندلع الزبونات؟ زعمني مرتك؟ لا. مرتك تفعل لي ام 2 من هي خالتي مرتك؟ لا تمزح معي. صلي على رسول الله. اجلسي عليه الصلاة والسلام. اجلسي اهدئي. ايش تكلمني قد اتصلت قاتلني زوجتك. هي تكذب. انت مش داري الحريم هذا اليوم. هي تكذب تسوي فتن عشان انا ارخص لها في البيوت. كيف ما ترخص لي وقد حرشت بينك وبيني؟ انت تصدقيها قالت الله. لا صدقيهاش. كيف ما صدقت واتصلت وهي بكل ثقة تقولني زوجتك؟ هكذا يسووا. وانت مسيف لي ام 2. هكذا يعملوا علشان ينقصوا ايجارات. الان هي تدور بيني انا وانت فتن لان انا ما رضيتش انقص لها. اي والله تنقص ليش خلاص ما عاد مشيش هذا الزبونة. هي تكذب. هي لا تصدقيهاش. كيف تكذب المرة قدك مسيف لي ام 2 وقاتي زوجتك. لا صدقيهاش. هي تكذب. هذه تلفون بس انا بروح معي عمل ضروري برجع افهمش ان شاء الله كل شيء. ايوه ترجع تفهمني. ايوه لا تحسوش ان الموضوع منتهي. حاضر. نرجع نتفاهم. تمام. يلا. تجاوب. كنت اتصل لك كم مرة اتصلت لك اني. سمعت. انت وجدتك. ايش هذا الكلام اللي سمعته قبل شوية؟ ايش؟ خليني اشوف اذا هو قد خرج وانا قد حفظت رقمي. خليني اتصل اتاكد ماني ام 2 هذه. خليني اتصل لي اشوف ايش خبر ام 2 هذه. بس ليش تك تفهمني؟ ايش؟ كيف ايش؟ وين كنت؟ ماني ما تجاوبش. خليني ازيد احاول مرة ثانية. عن جدتي تعبانة. ايش من جدتي؟ اتصلت لي مرة اتصلت ما تجاوبش التليفون. تعرف من جاوبني؟ من؟ كيف من انت فين كنت؟ انا كنت عند جدتي. لا تقولش تكذب علي. ايش من جدة؟ ايش من جدة؟ جدتي كانت تعبانة. صلي على رسول الله. ايش من تعبانة؟ فهمني انت ايش فيك تفهمني؟ جاوبي اتصال. ما عليك من التليفون ما عليك من التليفون. ايش فيك دايم تجاوبني على الشيء اللي سمعته صدق ولا كذب؟ ايش سمعتي؟ ايوه ايش فيك تفهمني؟ طيب انا مستنيه منك الجواب.
تلفوني شيرين جاوبي. من هذا في هذا الوقت يتصل يسبب لي ازعاج؟ الو. ايوه السلام عليكم. ايوه من انتي؟ انت اتصلتي اول قلتي تدوري زوجك. خلاص عفوا حبيبي، اتصلت لك يمكن بالغلط طول. خلاص ايوه ان شاء الله حصلتي زوجك. المهم زوجي جنبي موجود هنا او خلاص شكرا. ايوه ايش اسمه زوجك؟ اسمه مؤمن زوجك؟ ايوه مؤمن ايوه، وزوجي موجود جنبي. انا اكلم زوجك؟ ايوه تقدري تكلمي ما فيش مشكله، هو موجود جنبي هنا. ها من هذه صاحبتك؟ الو. الو ايوه مؤمن. ايوه انا مؤمن. من انت؟ ايش ما عرفتنيش؟ ما عاد تعرف صوتي؟ ما عاد تعرف صوت زوجتك؟ زوجتي؟ هذا من زوجتي. انت متزوج؟ تكذب علي هذا كل وقت، قلت لي زوجتي ميته، تكذب علي؟ انت تقول لي هي ميته ما فيش معي زوج، انت سببت لي ازعاج لما زوجتني. ايش من زوجتي؟ انا عارفه ان هي بزوجتك، اطلع برا. بكلمها. من انت زوجته زوجة مؤمن؟ يعني هو كذاب، يعني يكذب علينا، يكذب عليك، يكذب عليك. خلاص اطلع لي برا، اطلع برا مشتيك. انت قلت لي ما تسافرش حتى اندهلك، انت بعدتني عن كل شيء، في الاخر تطلع متزوج، تطلع كذاب. خلاص اطلع برا. انا لو قلت لك ماشي اطلع برا. اسمعيني صلي على النبي. ماشي اسمعك، ماشي اسمع كذب. كلمتين بس كلمتين. اسمع كذب يعني؟ لا اسمعيني. قلت لك ان انا متزوج ما بترضى تزوج. انت موت زوجتك بدون ما تموت. انا هذا بكلمها اطلع برا. يعني شوف مرتك الاول يعني قتلتها بالكذب زوجتني، والمره الثالثه بتقتلني انا بتزوجها. اطلع برا، الكذب تتكرر دائما. اطلع برا مشتيك، مش اشوفك ابدا. يوصل لي الورقه الطلاق عندي تمام. الرجال عادك تروح لهنا. اخرج لبرا. دزي بقى فهمي. ما بدأش اجلس عادك تفهمني. قد سمعتك بأذني. ايش سمعتي؟ ايش سمعتك؟ عادك تقول لي الكذابة، تقول لي زبونة، وانت ميتني تقول لي زوجتي ميتة. يا كذاب يا مؤمن، لا تحاول تغطي ولا تكذب. التليفون حقكم كان مفتوح، اتصلت انا وقد فتحت الخط وسمعته بنفسي وانتهدر، سمعت كل حاجة. الآن اخرج من قدامي، اخرج من هذا البيت. ما عادش شفت صورتك ولا شوف وجهك. عادك تقتلني وتموتني ليش؟ قل ليش تتزوج؟ قل في نفسك مرة ثانية وانا ازوجك. ما عاد شيش بعد انا عشرة معاك، ولا عاد انا اشوف صورتك ولا اسمع اسمك. اخرج وفارق بالمعروف لو سمحت.